حاولت كتير لكن ما نجحتش، عملت كل اللي عليَّ لكن لا زالت المهارة اللي أنا نفسي أكتسبها ما عرفتش أكتسبها. اشتغلت على نفسي بزيادة، قريت كتب، رُحت جلسات مشورة، رُحت لكورسات مشورة، سمعت محاضرات كتير، لكن لا زال الجرح اللي كان مفتوح جوايا واللي أنا أدركته واللي عرفت طريقة العلاج بتاعته، عملت كل ده لكن في النهاية برضه حاسس إن الجرح لسه بيئن جوايا. المشكلة فين؟ أحيانًا كتير المشكلة بتكون هي عامل الوقت، بنحتاج صبر ومثابرة واستمرارية على الطرق الإيجابية اللي إحنا اتعلمناها، إزاي نحل المشكلة، إزاي نكتسب المهارة، إزاي نعالج الجرح القديم. في مهارات كتير وفي حاجات كتيرة كان المفروض نتعلمها وإحنا صغيرين علشان تاخد وقتها الطبيعي، زي مثلًا مهارة تكوين العلاقات ومهارة النجاح في العلاقات مع الناس بشكل سلس وطبيعي. دي مهارة نمائية، يعني المفروض كانت تحصل في المراحل النمائية أو مراحل النمو الطبيعية بتاعتنا، فكنا نتعلم ده مثلًا في ابتدائي، في إعدادي، على ثانوي، نبقى تقريبًا رسينا على الشكل بتاع الأصدقاء اللي إحنا عايزين نقرب منهم، اخترنا لنفسنا شكل في القرب، في الكلام، في الهزار، في هنقرب من مين، هنبعد من مين. دي حاجات بتنمو مع الوقت وبتاخد سنين عشان تتكون. لما بنبقى مفتقدين مهارة زي مهارة العلاقات مثلًا ونبقى كبرنا وإحنا مفتقدين المهارة دي، لما بنتعلم إزاي نكتسبها ونعالج عيوبنا الشخصية في التفكير، نعالج إحساسنا بالقيمة شوية عشان نثق نفسنا وإحنا داخلين على تعرف على مجموعة جديدة مثلًا، إزاي أتغلب على الخوف وأنا باتكلم مع ناس أول مرة باتعرف عليهم، لما باجي آخد تدريبات علشان أكوّن المهارة دي وأعالج العيوب الشخصية اللي موجودة عندي سواء في طريقة تفكيري أو في أدائي أثناء التعاملات زي ما قُلنا مثلًا في العلاقات، بالاقي نفسي باخد وقت، لأن مهارة زي دي مهارة أصلًا كانت بتاخد سنين. مشكلتنا إن وإحنا كبار وإحنا واعيين وإحنا بنعاني من آثار عدم وجود المهارة دي، لما بنبدأ نتعلمها بنبقى مراقبين نفسنا ومراقبين عملية النمو وبنبقى شايفين قد إيه العملية بتاعة النمو والتعلم وتكوين المهارة ماشي بشكل بطيء. اللي بنحتاجه هنا صبر، عامل الوقت عامل مهم جدًا في التغيير النفسي وفي الشفاء النفسي وفي تكوين المهارات الجديدة. اصبر وثابر وكمّل بالشكل الإيجابي اللي أنت اتعلمته، ما تفقدش الأمل.